مشاهدينا للقراءة حول هذا الموضوع المهم. معنا من باريس السيد مصطفى الطوسة الإعلامي والمحلل السياسي المغربي، ومن باريس معنا أيضا دكتور زيدان خليف الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بضيفينا الكريمين. سيد مصطفى، سريعا لمجرد تذكير المشاهدين بما تفضل به العاهل المغربي في خطابه الأخير أو في رسالته الأخيرة بمناسبة يوم الثورة والملك، أننا نتطلع لتجديد الالتزام والتضامن الصادق الذي يجمع على الدوام الشعبين الجزائري والمغربي لمواصلة العمل سويا وبالصدق وحسن نية من أجل خدمة القضايا المغاربية والعربية ورفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية. ما أحوجنا اليوم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الشعوب العربية والمنطقة المغاربية لتلك الروح التضامنية لرفع التحديات التنموية والأمنية المشتركة. بداية أشكر جميع المشاهدين الذين ساهموا بأسئلتهم في هذا الموضوع. مثلا إبراهيم سلطاني كاتب يقول: رسائل بروتوكولية متبادلة ألفناها في كل المناسبات بين هذين النظامين، لا تقدم ولا تؤخر في شيء، ولكن الكثير من المتابعين أجمع على أن هناك شيئا ما في الأجواء تختلف أو يختلف جذريا عن أجواء التوتر السابقة المألوفة بين الدولتين. ما رأيك في هذا التطور؟ نعم، هو يجب القول بأنه في كل مناسبة وطنية مغاربية أو عربية يستغل جلالة الملك محمد السادس هذه المناسبة لتوجيه رسائل واضحة للشعب الجزائري حول وحدة المصير ووحدة التاريخ وتضامن الجيوغرافيا. فهو استغل مناسبة ثورة الملك والشعب عام 20 أغسطس 1953 لتوجيه رسالة إلى الجزائر مفادها بأن المغرب في وقت من الأوقات في تاريخها وقف مع الجزائر، ساهم في نفح روح الثورة الجزائرية، وهو استحضر هذا الماضي لكي يقيم علاقة تضامن حاضرا ومستقبليا بين الجزائر والمغرب. وهذه ولعل الرسائل التي يوجهها عادة، وهذه الرسالة بالضبط قد تلقى صدى ايجابيا في الشارع السياسي الجزائري لانها تتجاوب مع طموحاته، لان الشعب الجزائري في حد ذاته هو سواق للوحده والتضامن مع المغرب، سواق لبناء الوحده المغاربيه. وقالها الملك صراحه بان العقبه التي في عده مناسبات، ان العقبه التي تقف وراء بناء هذا الصرح المغاربي الكبير وهو هذا الدعم الذي تقدمه المؤسسه العسكريه الجزائريه الحاليه الانفصاليين البوليساريو. طيب، لكن سي مصطفى، ألم يحن الوقت لكي تكف المؤسسة العسكرية عن دعمها للانفصاليين البوليساريو وتنخرط في مسار وحدوي بين المغرب والجزائر يخدم مصلحة الشعوب ويخدم مصلحة المنطقة بكاملها. هذا الخطاب جميل سيد مصطفى، لكن هناك ألم تجد هناك سابقة ولم نجد جميعا سابقة في خطاب الملكي المغربي؟ لم يأتي العاهل المغربي ولا بمفردة ولا بكلمة رديفة أو غير رديفة على ذكر القضية أساسا، لم يذكر فيها القضية الأساسية الصحراء الغربية، ولم يذكر كلمة خصوم الوحدة وما شابه من الكلمات التي دائما كانت ترافق أي صياغات رسمية، أي خطابات أو رسائل، لأنه الود بين البلدين موجود تاريخيا وموجود بروتوكوليا. نعم، هو لم يذكر هذه القضية بمسمياتها، لكن كل المراقبين فهموا بين سطوره وبين كلماته أن موطن التوتر، موطن الخلاف، القضايا التي تجعل البلدين جارين كالجزائر والمغرب لديهم جغرافيا موحدة، تاريخ موحد، نضال موحد، طموح تنموي ومستقبل موحد، يختلفان في عدة قضايا. هذه الرسالة هو لم يذكرها بالضبط، لكن الكل يعلم بأنه يجب تجاوز الدعم الذي تقدمه المؤسسة العسكرية إلى الانفصاليين البوليساريو. ولماذا اليوم ممكن أن يكون هناك تجاوب في كامل المنطقة مع هذا الخطاب؟ لأن هناك قناعة بأنه يجب إيجاد حل سياسي نهائي لهذه القضية ولهذه الأزمة، وأن المغرب يقترح حكم الذاتي، والآن هذه الفرضية حكم الذاتي تناقش
بطريقه ايجابيه في مختلف المحافل الدوليه، سواء تعلق الامر بالامم المتحده، نعم. بالاتحاد الاوروبي، بالجامعه العربيه، بمجلس التعاون الخارجي، الكل يدعم الحل الذي يقدمه المغرب، ولا شك ان في نهايه الامر يعني لا اقول نعم. ستقبل، لكن سترغم المؤسسه العسكريه الجزائريه على قبول هذا الحل الذي يخرج المنطقه من منطق المواجهه ومنطق الحرب التي نعم. شكرا لك سيد مصطفى. لنتوجه الى ضيفنا في باريس الدكتور زيدان خليف. دكتور زيدان، السيد مصطفى تساءل المهم ان يكون هناك رد جزائري ايجابي. هذا الرد قد جاء على لسان كالمعتاد لسان وزير الخارجيه الجزائري السيد رمضان الممرة، الذي قال انه الجزائر ترغب في توثيق العلاقات مع المغرب، وطبعا استشهد بمضمون الرساله التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا الى الملك المغربي بمناسبه هذا العيد الوطني الكبير. ايضا موسى محمد مشاهد من مشاهدي بانوراما قال ان من الممكن القول بانها مقدمه وتمهيد لتهيئه الجزائر الشقيق للدخول في نفق التغيرات اللوجستيه، سواء على الصعيد الداخلي والشق الامني منه او السياسه الخارجيه بشكل عام. تفضل دكتور. أولا مساء الخير وتحياتي إلى مشاهدي ومستمعي القناة. سأبدأ بما ختم به صديقي طوسة، وهو قال في آخر جملته والتي تذمرت لها عندما قال سترغم المؤسسة العسكرية بأن تتجاوب وأن تقبل الحد الذاتي. ما أقوله لمصطفى طوسة وما أربطه بالتاريخ، وأنا كما يعرف وكما يعرف الجميع أنني لست عسكريا ولا متحدثا لا باسم النظام ولا باسم العسكر، ولكن شهادة الحق لا بد أن تقال. نعم. إن هذا الجيش الذي أو هذه المؤسسة هي سليلة جيش التحرير الذي في 20 أوت 55 قام بجانب الشعب المغربي عندما نفي محمد الخامس إلى مدغشقر، وقال بأننا لا نقبل هذا لأن محمد الخامس هو جزائري قبل أن يكون مغربي ولن يرحل، وسمي هذا اليوم بيوم المجاهد، فقد ختمه الشعب الجزائري في تاريخه وفي قلوب أبنائه. تمام. الآن يقول مصطفى طوسة بأن الملك المغربي قال، وقد قال في حيثياته وبين سطور خطاء رسالته بأن المشكل العويص الذي يفتر علاقات الجزائر والمغرب هي مشكلة الصحراء الغربية. سيدي وصديقي، هذا شيء خاطئ وأنت تعلمه جيدا، ولكن لظروف قد تقوله أو يقول لسانك ما يضمره قلبك. فالصحراء الغربية لم تؤثر على الجزائر ولا على المغرب عندما فتحت الحدود في 1987 وأغلقت في 1994، لأن العاهل المغربي في ذلك الوقت فرض التأشيرة على الجزائر التي كانت تدمى قلوبهم نتيجة الإرهاب، وكان في ذلك الوقت إرهابيون يعيشون في المغرب ويدعمهم النظام المخزن. طيب، ولكن ردا على ذلك الجزائر أغلقت الحدود نهائيا. ما هو إلا مشكل، نعم، ما هو أما مشكل الصحراء الغربية فما هو إلا مشكل هامشي. نعم. يخرجه المخزن كلما أراد أن يكتب شيئا أو أن يقول شيئا للاستهلاك الداخلي. طيب. وما الانتكاسات الأخيرة الدبلوماسية فيما يخص فيما يخص الاتحاد الأفريقي، والذي ظهر بأن الرسالة التي أرسلها الملك محمد السادس إلى القمة كانت خارج ما يسمى إجراءات الانتماء، إذ كانت شرطية وبعثت إلى القمة ولم تبعث إلى المفوضية، وهذا خطأ كبير قانوني. وأتعجب لأن الملك هو قانوني في تكوينه وحاصل على شهادة الدكتوراه من فرنسا. الشيء الثاني أن الجامعة العربية عندما اجتمعت في موريتانيا
دفع المغرب موريتانيا إلى القيام بها، وقد دفع لأن تخسر هذه القمة، ولكن الموريتانيين أعانهم الله على أن يقيموا هذه القمة، وأن تعود على الجامعة العربية بإيجابيات. وبالتالي فلماذا نقول بأن الصحراء الغربية هي موطن الخلاف؟ موطن الخلاف سيدي، وأقول أمام المشاهدين، هم ملفات بين الجزائر والمغرب. فمثلا هناك ملف الإرهاب، هناك ملف المخدرات، وهناك ملف بطبيعة الحال مراقبة الحدود. وآخر المشاكل التي ظهرت من الإرهاب ومراقبة الحدود هو تدخل الأمنيين المغربيين فيما يسمى قندهار شمال فقط لكي لا نظلم الضيف الآخر دكتور، عفوا، إلا جمعية الأمم المتحدة بالمينورسو. دكتور، دكتور اسمح لي بالمقاطعة، عفوا دكتور، كل وراءنا فقط لكي دكتور سأعود إليك، المجال مفتوح تماما على أي رد، لكن اسمح لي بأن أتوجه إلى السيد مصطفى. طبعا يعني أنا أستشعر أن هذا الحوار قد يتحول إلى سجال ساخن، لأن الموضوع ساخن وخلافي كثير، لكن ما تحدث عنه دكتور زيدان حول أن مثلا هناك مشكلة مراقبة الحدود، مشكلة أمنية، المخدرات، يعني هذه المشاكل خاضعة تماما للحل، هذه المشاكل خاضعة ويمكن الوصول إلى حل فني أمني سياسي كما تشاء. فتح أو إعادة فتح الحدود، هل هذا الأمر ممكن مثلا؟ كمقدمة كتمهيد. مع احترامي لما قاله زميلي الدكتور زيدان خليل، عندنا مثل مغربي يقول: لا يمكن أن نغطي الشمس بعين الغربال. المشكل الأساسي بين المغرب والجزائر لا هو اقتصادي ولا هو دبلوماسي ولا هو أمني، المشكل هو قضية الصحراء. هناك اسمه الجزائر يدعم جبهة انفصالية تريد أن تبصر المملكة المغربية من قسم منها، يريد أن يؤسس جمهورية وهمية بجانب المغرب. الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تقدم دعما عسكريا ودبلوماسيا لهذه الجمهورية الوهمية. ليس هناك أي بلد مجاور لا عربي ولا أوروبي يقدم مثل هذا الدعم. إذا لو توصلت البلدان المغرب والجزائر إلى تفاهم حول الصحراء، إلى أن ترفع المؤسسة العسكرية دعمها المالي والدبلوماسي على هذه الجمهورية الوهمية، كل السبل التعاون بين المغرب والجزائر مفتوحة. السيد مصطفى، هذا وصف هذا وصف معروف للموقف المغربي من الموقف الجزائري هذا، لكن ماذا عن المستقبل؟ خلينا نكون شوية إيجابيين في هذا الموضوع، لأن المناسبة إيجابية جدا المستقبل لكي لا تتوه. هناك رهان على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهو أن مفهوم الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كمخرج سياسي لهذه الأزمة بدأ يحظى بدعم وتفهم دولي على جميع المستويات. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، هناك عدة تطورات على المستوى السياسي الداخلي الجزائري قد تغير من مقاربة الجزائر حاليا. لا ننسى بأن هناك خليفة يهيأ لعبد العزيز بوتفليقة الذي سيغادرنا طالما الزمن أم قصر، لأن السيد مريض وكبير في عمره. يعني هناك تغييرات سياسية يعني حتمية في المشهد السياسي الجزائري، ولا شك بأن الجيل الجزائري الذي سيحكم الجزائر ستكون له نفس الأحقاد والضغائن على المغرب، وأن هناك سيرغم بطريقة أو بأخرى على مباشرة تعايش سلمي مع المغرب، ومن ثم محاولة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة التي يعني نعيشها منذ 40 سنة. إذا سيد مصطفى، دعني أنقل سيد مصطفى، دعني أنقل وجهة نظرك هذا إلى دكتور زيدان. دكتور، هل الحل في قسم منه يتطلب تغيرا لجيل المسؤولين في الجزائر؟ هل هذه الزاوية يعني مطروحة بشكل سليم أو فيها مغالطات؟ هذه هي المغالطة الكبيرة التي يحكيها مصطفى طوسة. المشكل الآن
ليس في يد المغرب وأقل منه أن يكون في يد الجزائر. المشكل الآن أممي، هناك قرار أممي وعلى المغرب أن ينصاع إليه، فكما انصاع للمنورسو التي طردها والتي استقبلها بعد شهران، عليه أن ينصاع إلى الاستفتاء وغلق الحدود والشجار الدبلوماسي بين الجزائر وبين المغرب. ليس مربوطا في نقطة أخرى دكتور زيدان اسمح لي، كنا مدة 7 سنوات ونحن نتعامل مع بعضنا البعض ولم يكن هناك مشكل. الشيء الآخر يقول مصطفى طوسة بأن الرئيس مريض وهناك جيل جديد سيأتي، صحيح، وأن كل من عليها فان، فنحن في الجزائر حكمنا مربوط بالصندوق ومربوط بالانتخابات، وحكم الجزائر لا يفرضه ملك الموت، فملك الموت هو الذي يفرض النظام في الجزائر. واضح الإجابة دكتور اسمح لي، ولكنه لا يفرضه في الجزائر. في موضوع زد على ذلك نقطة فقط، الحدود. زد على ذلك شيئا آخر فيما يخص مرض الرئيس، فليعلم أن محمد السادس عندما ذهب إلى أفريقيا العام الماضي ذهب في طائرة مستشفى للملك سلمان، ونحن مع ذلك نتمنى له الشفاء العاجل، والمرض الذي يصيب الملك محمد السادس هو أخطر من المرض الذي يصيب بطفيقة. إذن فعلينا أن نخرج من الخصامات دكتور ربما في هذا الطرح دكتور اسمح لي عفوا، ربما في هذا الطرح قليل من الشخصنة، من إضفاء الصفات أو شخصنة القضية. أنا أجيب على الأسئلة، لكن أعجبني دكتور في نقطة في نفس الموضوع، يعني موضوع غلق أو إعادة فتح الحدود، يعني كأحد المقدمات كتمهيدات، يعني مفهوم أن القضية لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، ولكن يعني ستحل القضية مرحليا تدريجيا. الجزائر أيضا تعاني من المشاكل على الحدود، يعني هناك يعني شكوى جزائرية معروفة حول أنه الوقود يهرب، البضائع المدعمة حكوميا تهرب عبر حدودها، فهناك يعني عجز أمني على الحدود أيضا، يعني اللي يجب أن نقر بهذه المسألة. لكن البعض يقول أنه في الظروف الحالية تراجع أسعار النفط، كذلك أن الجزائر تحتاج إلى بدائل اقتصادية ربما للبقاء على المعيشة، ويعني لمسببات اقتصادية ملحة يمكن أن تغير تكتيكها أو أسلوبها تكتيكيا على الأقل مع المغرب. لا المستفيد الآن المستفيد أو الذي استفاد من فتح الحدود هو كان الاقتصاد المغربي، لأن الجهة الشرقية طورت وجاءت هناك هياكل بنيوية تحتية بعد فتح الحدود في 87 وبعد غلقها في 94. هذه المنطقة لم تمكن لها الموارد، وكان ما يسميه الحسن الثاني ما يسميه المغرب الغير نافع. وبالتالي نحن هذا شيء، نحن فالإخوة والأشقاء لا يهمهم هذا، ولكن ما يهمنا هو ما يسمى زراعة القنب الهندي أو زراعة ما يسموه المغاربة الحشيش أو ما يسموه الجزائريين الزطلع. إن هناك حزبان من القوى السياسية في المغرب، ألا وهو حزب الأصالة والمعاصرة، وهو حزب القصر وحزب الملك، وهناك الحزب الاستقلال العريق الذي ينادي ويقول ويعمل مع مناضليه بأن يقنن القنب الهندي، يعني أن يصبح استهلاك المخدرات حلالا شرعيا في المغرب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفتح الجزائر حدودها مع بلد يناقش ما يسمى تحليل ما يسمى تحليل المخدرات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني التهريب، وهذا ممكن أن وكذلك دكتور زيدان في شهر مارس هناك الشرح ربما 70 دقيقة من فضلك. كاف دكتور، فقط لأنه تأخرنا على مصطفى في باريس، في شهر تأخرنا عليه معلش. هناك 272 مغربيا
كانوا يريدون الالتحاق. دكتور زيدان عفوا أتحول إلى سيد مصطفى الطوسة، وقد أرجعوا من الجزائر. نظيرك في هذا النقاش. سيد مصطفى، يعني لإنقاذ ما تبقى من الموضوعية في هذا الموضوع، يعني جوانب موضوعية موجودة، يعني هناك أسباب أمنية خطيرة جدا، هناك تهديدات إرهابية تهدد الكل. وأحد المشاهدين أمين غيلان أثار نقطة مهمة جدا، يعني هذا أمين غيلان يخشى من القراءة المكررة للمشهد، ويقول ما يهم اليوم هو كيفية تجاوز مخلفات الماضي من حروب وصراعات نفوذ وتراشق دبلوماسي للوصول إلى أرضية نبني عليها علاقات حديثة مع جيل جديد من القيادة. وبالنسبة لي فهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا ظهر في الأفق تهديد خارجي يواجه البلدين معا. وعلى ما أعتقد فإن هذا التهديد بدأ يتجلى مع قرب نهاية الأزمة السورية اللي تمر الدول الغربية لزعزعة استقرار دول المغرب الكبير، المغرب والجزائر. ضيف إلى ذلك دعوات أوروبية ملحة لكل الأطراف بما في ذلك في المغرب، في منطقة المغرب الكبير، للعمل شيء حول موضوع الإرهاب. هل هذا الخطر يستطيع أن يدفع الطرفان أو الطرفين إلى حلحلة سياسية ما في القضايا العالقة فيما بينهما؟ نعم، وهذه القراءة الأمنية صحيحة 100%، لأنها هي التي وراء هذا الاهتمام الدولي في السنوات الأخيرة من طرف الاتحاد الأوروبي، من طرف الإدارة الأمريكية، من طرف القيادة الروسية، من طرف القوى الكبرى بقضية الصحراء وقضية الانفصاليين، لأن هناك تخوف واضح من أن تحول هذه المخيمات التي يحاصر فيها عدد كبير من المغاربة الصحراويين أن تحول إلى أعشاش تفرخ مجموعات إرهابية تستغلها تنظيمات إرهابية كالقاعدة وداعش لكي تجعل منها مركزا لإطلاق عمليات إرهابية وزعزعة المنطقة. هناك تخوف أمني كبير، هناك تهديد أمني يهدد المغرب، يهدد المملكة المغربية ويهدد الجمهورية الجزائرية. وهناك تهديد مشترك يفرض على الدولتين أن تكون لهما مقاربة، أن يكون هناك تعاون أمني، وإلا ستسمح. لكن سيد مصطفى هذه الأزمة التي تسببها مجلة بوليتيكو الأمريكية وتسريب مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه حول النظام السياسي في الجزائر، إذا كانت أوروبا مهتمة بالتعاون الأمني المهم جدا بالنسبة لها مع الجزائر، فلماذا نشر كل هذه تسريب كل هذه المواقف التي تستفز، واضح أنها مستفزة للجزائر؟ نعم، هناك يعني حقيقة واضحة، وهي حقيقة أمنية لا يمكن لا للمغرب ولا للجزائر أن يتجاهلها، وهي أن هناك خطر إرهابي آت من ما يسمى داعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية التي تريد أن تزعزع أمن شمال إفريقيا، وتريد أن تنفذ إلى أوروبا عبر هذه البوابة، وأن تسيطر على مسافات وفضاءات واسعة من إفريقيا. إذا لم يكن هناك وعي بأن التهديد مشترك، والتهديد سيطال الجميع إذا تركناه يتمدد، إذا لم نقدم له معالجة سياسية وأمنية عبر محاولة إيجاد حلول سياسية لكل الأزمات. أشكرك سيد مصطفى الطوسة. نعم، أشكرك على الحضور معنا. أختم هذه الحلقة